هنا برضو واحنا بنتحرك، ده فيديو كمان بقى بنبدا نصور لكم. شايفين المباني اللي هناك دي؟ احنا ده خزانات الميه وده مدينتي في وشنا هناك اهي. والمبنى اللي بيتعمل ده مدرسه اسمها سانت فاطمه، دي نهايه المرحله الاولى. وادي اللي في وشنا دي كده المرحله الثالثه، ده كومباوند اهوت. طب فين مزار؟ مزار في الحته دي، شريط طويل مكمل معانا بالطول بتاع حوالي 1000 فدان موجودين بطول المراحل كلها، بطول كلها. طب انا عايز امشي هنا برضو، ده الفاصل ما بين المرحله الاولى والثالثه. انا يعتبر كده خدت مستقبل سيتي بالعرض، الشارع دوت مستقبل سيتي بالعرض. على يميننا المرحله الاولى وعلى شمالنا المرحله الثالثه. خدتها من عند مدينتي وريتكم، مشيت في الشارع الفاصل كان شمالنا المرحله الثالثه ويميننا المرحله الاولى، والاثنين فيهم شغل. يمكن المرحله الاولى فيها شغل اكتر، في مباني هناك اهي بالفعل، لكن انا جيت هنا ومكمل عشان اوريكم حاجه. ده برضه كومباوندز اوريدي خلصانه اهوت في المرحله الاولى، واوريكم ورا الكومباوندز كده لو بصيتوا في مباني اللي هناك ديت. شايفين المباني العاليه اللي هناك ديت؟ دي الار 1، الار 1 في العاصمه الاداريه الجديده. يبقى احنا كده يعتبر خدنا مستقبل سيتي بالعرض. مستقبل سيتي 11000 فدان، القاهره الجديده 55000 فدان. يعني انا اعتقد مستقبل سيتي هتبقى من وجهه نظري عامله زي المستثمرين الشماليه او المستثمرين الجنوبيه في القاهره الجديده، كلها كومباوندات. معظم منطقه المستثمرين الجنوبيه او المستثمرين الشماليه كومباوندات. مستقبل سيتي نفس الكونسيبت، كلها كومباوندات. بس هي الجنوبيه اعتقد ان هي فيها جزء بسيط اللي هو حاجات خارجيه في الجنوبيه زي مستثمرين 1 و2 و3 و4، لكن الباقي معظمه كومباوندات. هناك اهو البرج الايقوني، تمام. دي حاجات حلوه يعني، دي يعني مثلا كومباوند زي دوت معمول بالشكل دوت، خلصان بالطريقه ديت، واللاندسكيب معمول فيها، فدي حاجه تدي انطباع ايجابي على مستقبل سيتي. ان لو خلصت الحاجات ديت هناك بالمستوى دوت، عشان كده دايما بكرر لو هتشتري تحت الانشاء اشتري من شركه مضمونه وكويسه وليها ثبت اعمال. لو هشتري استلام فوري اشتري من شركه اوريدي مخلصه وادارتها قويه وبرده يكون ليها ثبت اعمال. اعتقد احنا كده وصلنا لنهايه مستقبل سيتي من العرض. يعني لو بصيتوا هتلاقوا تقريبا السور، شايفين السور ده؟ ادي سور مستقبل سيتي في وشنا ار 1. يبقى انا كده شرحت، اتكلمنا عن مستقبل سيتي، مشينا في الغالب ما بين المرحله الاولى والمرحله الثالثه، وهم دولت اللي في الغالب فيهم شغل دلوقتي، وهم دولت يعني مباني هناك كتير مبنيه اهو في المرحله الثالثه، وهم دولت اللي هتلاقوا فيهم بيع وتشغيل اكتر، وهم دولت اللي ممكن يبقى فيهم سكن معذره خلال ال4 سنين الجايين او ال5 سنين ماكسيمم تلاقوا بدات فيها الحياه. كنت انت قلت لي ان احنا ممكن نروح نشوف مدرسه يا استاذ احمد، فهل ممكن في المدرسه اللي شغاله نخش لها من الفيديو دوت ونقدر نوصل عليها؟ مفيش مشكله خالص، ممكن نكمل بعد الميدان ده. الميدان الجاي هو المفروض ده المزار، تمام. ندخل من عنده شمال، وده طبعا في شارع بيكون حوالين المزار ده نقدر نقول عليه رينج رود المستقبل. عامل زي دائري كده. بالظبط. هو ضرب كل المراحل ببعضها، وفي نفس الوقت هو لافف على المستقبل بالكامل. جميل. ويرابط المين جيت بتاع الاوسطي بالمين جيت اللي موجوده في المرحله الثانيه. في نفس الوقت في ميزه حلوه جدا، الطريق ده اللي احنا هندخله دلوقتي هو كمان قاطع محور الامن، ودي ميزه حلوه قوي للي ساكن في المستقبل. لو محتاج يعمل اي حاجه ليها علاقه باي جهه حكوميه يقدر يدخل العاصمه يعمل الحاجه اللي هو محتاجها ويرجع تاني للمستقبل. كل ده مش هيكمل معاه 5 دقائق طالما في طرق. بالظبط. هنخش تقصد شمال من هنا ولا هنكمل على طول؟ بالظبط، شمال من هنا. شمال من هنا، اوكي. كنا في الشارع ده بالفعل، وزي ما قلت لكم مدينتي اهوت، وهندخل من الشارع دوت ده كده في اتجاهنا للمرحله الاولى. وبالتالي هو ده اللي يقصده استاذ احمد المين جيت، الطريق اللي داير او اللي بيلف حوالين المزار. الجزء الفاضي اللي على يميننا ده المزار، والاسفلت اللي هناك الناحيه الثانيه ده الطريق ده بيلف دايما يدور حواليه وبيطلعنا حوالين المزار. تمام. شغل حفارات شغاله، تكسير، تجهيز. طول ما في شغل في حاجه، طول ما انا ببقى مطمن ان الحاجه دي بتتحرك وبتشتغل. وكون الاسفلت انا ملاحظ حاجه برضو جميله في مستقبل سيتي يا جماعه، انها متساويه او مستويه. فكره ان فيها مرتفعات عاليه ومنخفضات دي فكره مش موجوده بشكل كبير، وانا بفضل النوعيه دي من الاراضي. ليه؟ بتبقى انت شايف الفيو بتاعك وكاشف الدنيا كلها وانت واقف في اي مكان، غير لما تبقى حته عاليه وحته واطيه او حته منخفضه وحته مرتفعه فبتبقى فيها مشاكل. ثانيا برضو نوعيه التربه فيها كويسه، مش صخريه قوي.
فاذا الحفر والكلام دوت مش هيبقى فيه هيدك على الشركات والشغل فيها. anyway زي ما احنا شايفين برضو كومباوند مبني بالفعل، كومباوند تاني مبني بالفعل. سبحان الله، يعني زي بيت الوطن. لما حد بيجي يسالني دلوقتي اشتري استلام فوري في بيت الوطن، اقول له لا بصراحه، طالما انت هتسكن كمان 4 سنين اشتري حاجه تحت الانشاء عشان عماراتك تبقى جديده وتبقى الشغل فيها كويس. بنفس النظريه اللي انت كنت قلتها قبل كده، كل ما كانت العمارات احدث واجدد كل ما كان افضل. ده وجهه نظري. ده المزار لو لفيناه. طيب احنا مكملين على طول ولا داخلين ازاي؟ المفروض ندخل شمال، شمال نلف ونكمل كده. بالظبط. نلف من هنا نخش من الطريق اللي على يميننا دوت. بالظبط. هو الطريق ده اعتقد يطلعنا على البوابه الرئيسيه برضه. بالظبط. احنا البوابه الرئيسيه جبناها في اول فيديو كنا صورناها، بس كان فيها زي ما قلت لكم كده في المدخل حاجات بتتعمل وبتتجهز، بالتالي الموضوع كده بدأ يوضح لنا خالص في الفيديو ده كمان للمستقبل سيتي، وبدأنا نعرف ان هي من المدن القادمه ومستقبلها متميز جدا. في مناطق خدمات، يعني طبعا اتصور ان اي كومباوند يا استاذ احمد بيبقى عامل الخدمات الاساسيه بتاعته، المنز بتاعته، اللي هو لو مول خاص بيه، لو حضانه، لو مسجد. انا عايز بس اوضح لك حاجه يا استاذ محمد، احنا على يميننا وعلى شمالنا المنطقه دي كلها منطقه خدميه اسمها بوليفارد، يعني حتى لو حضرتك بس ده عندك الشمال هتلاقي مكتوب عليها بوليفارد. ده المنطقه الكوميرشال اللي هتخدم على المرحله الاولى والمرحله الثالثه. جميل. دي اللي هيبقى فيها مولات وهيبقى بتخدم غير الخدمات اللي جوه الكومباوند، لا دي خدمات كامله بقى، هيبقى فيها براندات كتير، هيبقى فيها شغل. طيب دي المنطقه ديت هيبقى فيها مولات ومدارس ومساجد ولا هتبقى عباره عن ايه؟ بالظبط كده زي ما حضرتك قلت بالظبط، هيكون فيها مولات وفيها مدارس وفيها مساجد، هيكون فيها كل الخدمات اللي العميل محتاجها عشان يقدر يسكن في مدينه ليها جديد. جميل. طبعا احنا هندخل شمال ورا الباص. اوكي. طبعا المدرسه بدات تبان على ايدنا الشمال اهي. هي الزرقاء اللي هناك دي. بالظبط كده. دي مدرسه شكلها اشتغلت. بالفعل شغاله. طالما المدارس والتعليم جه في حته يبقى دي بدايه الحجر الاساسي يعني لتشغيلها. يعني حاجات بالفعل واجهاتها خلصت. مش عارف انا صح ولا غلط، بس هي ممكن عشان مواعيد التسليم بتاعت الشركات. انا رايي طالما المكان او المدينه قدامها لسه شويه عشان تسكن بالفعل، يبقى الشركات تمحر الواجهات وتخليها واقفه على التشطيب النهائي لما بدايه السكن يبدا. مش عارف بقى كلامي وجهه نظري صح ولا غلط. دي البوابه يا جماعه اللي انا كنت صورتها لكم فيها، وادي المدرسه هناك اهي. دي المدرسه اهوت، وبعدين في حاجه ثانيه، ده الدائري الاوسطي. يعني اللي في وشنا ده الدائري الاوسطي، وده تقريبا الكومباوند اللي ظهر لنا في الاول خالص. اول فيديو صورناه واحنا على الدائري الاوسطي. كده احنا تقريبا لفينا المرحله الاولى والمرحله الثالثه من اطرافها، وهننزل بقى طبعا لسه نصور لكم حاجات بعينها، كومباوندات بعينها. لكن اي حد طبعا هيكون محتاج نصيحه ومعلومه خاصه بمستقبل سيتي ما يترددش ان هو يبعت لي علشان خاطر اوصل له الامر بشكل مهم جدا، لان الموضوع محتاج تركيز كبير يا جماعه. حياتي